شاشات الجيمنج فيها مشاكل انا حرفيا بالنسبه لي مقرفه جدا وملهاش حل. حاجه مثلا زي الجوستنج اللي لما تيجي تصلحه وتقول بسم الله الرحمن الرحيم يطلع لك من الجنب الثاني الانفيرس جوستنج. عندك ضبابيه في الحركه عايز تتخلص منها، قدم تنازلات سواء في سطوع الشاشه، سواء ان انت تاخد تمزق في الفريمات عشان مش عارف تشغل جي سينك ولا فري سينك. لا، عندك انبوت ديلي زياده حاجه بسيطه، ده طبعا ضد الاساس او المعتقد الاساسي اللي بيخليك تشتري شاشه سريعه. كذلك ضيف عليها ان انت ممكن بعض الناس بيحصل لها صداع من التقنيه دي. ضيف على هذا الامر لا مش عارف تشغل الاتش دي ار مع كل الكلام دوت. لا عندك شاشه بتعرض لون اسود كويس وشاشه ثانيه لا في اي بي اس جلو، لا في باك لايت بليدنج. دوامه من المشاكل بتنتهي عند نهايه واحده بس دايما، وهي ان انت ما تعرفش تشتري شاشه تستخدمها بشكل مثالي في جميع جوانب الحياه. لا، انت بتروح تشتري شاشه علشان تعمل بيها حاجه واحده بس بشكل ممتاز جدا، وباقي الحاجات على الدنيا السلام. لكن صديقي العزيز، هذا الامر كان قبل ما اجرب هذه الشاشه من ام اس اي، الام اس اي الام بي جي 271 كيو ار اكس، صاحبه دقه عرض ال 2 كي وحجم 27 وتردد 360 هرتز. والميزه الاهم اللي هتخلصك من كل هذه المشاكل وهقول لك ازاي كمان شويه، وهي الكيو دي اوليد بانل. طبعا قبل كل حاجه ما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويرحمهم. الكرتونه جودتها بصراحه جامد، وفتحتها احسن من النظام العادي اللي انت تضطر تقلب فيه الكرتونه كده. انت تفتح بس اللوك كده كده وكده، وتروح بقى منيمها زي الشنطه السنسونايت، وتفتح بقى تلاقي ايه، مليون جنيه، 3 مليون، 40 مليون، مفيش ملايين، مفيش اي حاجه جايه. عندنا حته حديده هنا اهو، القاعده بتاعت الستاند، وكذلك هتلاقي فيه كيبل اتش دي ام اي 2.1. هو المفروض بيجي في كيسه بس انا مش اول واحد افتحها يعني. بعد كده هتلاقي عندك بقيه الستاند، الجزء اللي بتركب عليه الشاشه او بتتعلق عليه الشاشه، حطه هنا دلوقتي. عمليه التركيب بصراحه بتاعتها اهيف من الهيافه واسهل من السهوله. انت كل اللي هتعمله هتجيب الستاند ده كده، القاعده قصدي، وتحط عليها الستاند. هي لها دخله واحده، ملهاش اكتر من دخله بس كده، وبعد كده تروح مربط دي بايديك. ما انتش محتاج حتى ان انت تستخدم مفك ولا اي حاجه، الموضوع ابسط من البساطه وبتجيب اخرها بس كده. توكلنا على الله. تاني حاجه بقى بالنسبه لي وهي عمليه رفع الشاشه، اللي انا عملته من شويه ده مش صح بصراحه، ومرجحش حد ان هو يعمله، لان هيبقى فيه خطر ان هو ممكن يكسر البانل وما الى ذلك، لانك ممكن تشيلها من جنب ومن جنب تاني ما تعرفش تشيلها كويس. طيب الحل ايه؟ الحل انك انت وهي محطوطه كده اهو تبدا تركب الستاند ده فيها. هنا في حتتين كده زي الخطاف، بيبقى لهم مكان هنا هون في الشاشه. انا مش عارف اوضح الموضوع ده قوي، ولكن هي بتبقى باينه يعني، وانت بتحطها اصلا يعني المفروض تبقى معدوله، يعني الشاشه كده من تحت ودي بتقوم مركبها كده اهو، تقوم حاطط الخطافين دول مكانهم وتسمع التكه كده. خلاص كده الشاشه ركبت، وتقدر تشيلها وتحركها بامان من الستاند بدل ما تشيلها من البانل وتعمل مصايب فيها. شيل بقى دي، اقفلي الاضاءه. الو، العلبه هتموتنا يا جدعان. الو، يلا يا حاجه، يلا اتكل على الله، ده انت ما تلاقيتيش اللي يربيك، هتكسر السرير. والاضاءه طارت، بصوا الدنيا باظت، قامت حرب في الاوضه مره واحده، بس كله يهون في سبيل الغاليه دي اللي تجربتي معاها مليانه كم معلومات مفيده جدا ليك، فلازم تشوف الفيديو ده للاخر. صديقي العزيز، دي مش اول تجربه ليا في ال 360 هرتز، لكن الشاشه دي من اول لحظه معاها وانا في حاله من الحيره والذهول والانبهار، ومش عارف ايه السبب. في اسباب كتير مش عارف ادرك انهي واحد السبب. مثلا الالوان العميقه النقيه المشبعه، واللي في نفس الوقت ما تحسش ان هي اوفر، لا تحس انها دي الطبيعي بتاعها، لوحه مرسومه قدامك. ولا اللون الاسود العميق اللي عامل زي ما يكون ثقب اسود بيمتص الاضاءه اللي حواليه. بل ضيف على ذلك سلاسه ونعومه الحركه هنا غير اللي انا خدتها خالص عن الاي بي اس. لو تفتكروا شاشه الاي بي اس 360 هرتز، انا قلت لكم ساعتها نوت وورث ات، انها ما تستاهلش ان انت تجيبها. الموضوع هنا في سلاسه الحركه في مكان تاني خالص. انا حرفيا بقيت بجيب كلات وبسمع صياح في الشات، ارجع لامورتال للوبي بتاعك، لا انت مهكر اللعبه، لا انت مش عارف ايه. وعلشان ما بقاش بلبسك صديقي العزيز، انا الطبيعي بتاعي وانا مركز الام بتاعي كويس. لو انا مانيش مركز حرفيا بقيت بطه بلدي بالشاشه دي برضو وانا مانيش مركز، فلازم تبقى واخد بالك من النقطه دي. ولكن الحكايه وما فيها ان انا بقيت بشوف رينج اوف موشن، او ان انا بشوف مجال حركه اوسع بطريقه انعم، بتخليني اخد قرارات كنت الاول صعب ان انا اخدها. يعني انا كنت الاول ببقى مخمن ان هو هيسافر البكسلين 3 دول، لكن انا ما كنتش ببقى شايفه. دلوقتي انا بقيت شايف ومدرك. اللقطه اللي قدامك دي انا حرفيا كنت باصص في مكان تاني في الشاشه علشان انا كنت متاكد ان حد هيبيك عليا من فوق، لكن الفكره كلها ان انا لمحت الراجل ده وهو بينزل وبنعومه. في الوضع الطبيعي انا ما كنتش هشوفه اصلا، لكن هنا
علشان في مجال حركي واسع، مش اللي هو بتنط كده، لا انت الحكايه بتاخد وقتها قوي. فانا قدرت اشوفه والطش له، وقعد يصيح بقى انت وول هاكر انت مش عارف ايه، وانا قوم كاتب له بلبل اكس ايه لما جبت له الضغط في الشات. فهنا انا قررت اكتشف ايه اللي بيحصل في الشاشه دي. ركز بقى معايا في الحته دي لانها مهمه قوي قوي ومليانه معلومات مهمه قوي قوي. مبدئيا كده الشاشه دي معلن عنها ان هي بتيجي بريسبونس تايم 3 من 100 مللي ثانيه، واحنا عارفين ان الكلام ده من الشركات لا يعتمد عليه، وان هم بيكتبوا افضل ظرف بيحصل في حاجه معينه بس غير كده ما بيحصلش. انا لما قستها في الانتقال من اللون الاسود للون الابيض تماما اخدت 1 من 10 مللي ثانيه. وعلشان اعرفك قد ايه الرقم دون، انا اسف في الكلمه، فشيخ جدا، هيظهر لك نتيجه اختبار لشاشه اي بي اس في الانتقال من اللون الاسود لدرجه من درجات الرمادي. وللاسف الشاشه 144 عشان مش معايا 360 ولكنها 4K وشاشه فعلا غاليه جدا، هتلاقيها اخدت 2 مللي ثانيه في الانتقاله، في حين ان نفس الاختبار ده على الشاشه دي اخد 2 من 10 مللي ثانيه، اسرع 10 مرات. ده انا عايز اقول لك كمان ان احنا هنا مضحيين بالتجربه يعني النظريه في الشاشه الاي بي اس، فيها انفيرس جوستنج للركب زي ما انت شايف الجراف عدت الليميت وراحت نازله تاني للون المطلوب، ودي كارثه عشان تبقى عارف. في حين بقى ان احنا عايزين نصلح المشكله دي على قدر الامكان، الرقم ده هيزيد ل 3.8 من 10 مللي ثانيه، يعني تقريبا الشاشه دي اسرع 20 مره وتظل ادق. انت لو شايف كده هتلاقيها راحت طالعه ورايحه على طول اللون مباشره. ماي فريند الموضوع ده بينعكس عليك في تجربه الاستخدام من حيث الجوستنج بانواعه كلها والانفيرس جوستنج، فانت بتضمن في كل مره فريم بيتعرض هو فريم كامل صافي من غير اي تدخلات من الفريم اللي كان قبليه، فبالتالي انت بتحس ان الصوره هنا انعم بكتير عن ال 360 على الاي بي اس. انا شفت بعض التعليقات الناس بتتكلم عن ان 360 في الكيو ال بتعادل ال 480 في الاي بي اس او في التي ان، ويعني انا مش هقدر اجزم بمدى صحه هذا الكلام لان ما جربتش، لكن هي فعلا بالنسبه لي ال 360 هرتز هنا غير الاي بي اس. ضيف على ذلك هنا صديقي العزيز ان ضبابيه الحركه هنا في مكان تاني خالص، من غير بقى اي تقنيه تقلل لك مش عارف في السطوع ولا تزود لك ديلي ولا تلغي لك الفري سينك، مفيش الكلام ده هنا خالص. انت شايف كل حاجه بمنتهى الوضوح وبمنتهى النظافه والمتعه البصريه. بل الجزء التعجيزي هنا هو ان مع المميزات دي كلها تقدر تشغل كمان الاتش دي ار، وده مستحيل تعمله في الاي بي اس والفي اي انك تاخد نفس التجربه دي. مود بيكون 400 نتس والمود الثاني بيكون 1000 نتس، معناه ان اقصى نقطه بتكون ساطعه في الشاشه بتوصل ل 1000 نتس، وده رقم فلكي حرفيا. انا لما جربت العب القصه بالاتش دي ار الموضوع مختلف تماما. انت بتلاقي كده الحتت الغامقه غامقه قوي والشادوز باينه، لا الحتت الفاتحه باينه، والحتت المضيئه ليها منظر تاني. انت بتحس ان انت حرفيا دخلت جوه بيئه اللعب. كذلك كونتنت الاتش دي ار مع الاتش دي ار 1000 حرفيا بيكون في مكان تاني واكثر متعه بصريه. بل انا عايزك تضيف على ذلك بقى حاجه تعجيزيه اكتر مستحيل تعملها على شاشات الفي اي والاي بي اس والتي ان، وهي انك انت مع كل الكلام ده والاتش دي ار تعرف تشغل الفري سينك او الفاريبل ريفريش ريت. الفري سينك هنا موجود تحت اسم ادابتيف سينك، وبيقدر يشتغل في رينج واسع قوي من الفريمات بدايه من 350 فريم لحد 70 فريم. رقم بصراحه جبار، بيضمن لك انك انت في اي حاجه انت بتعملها تضمن فريمات من غير تمزق من غير اي حاجه، وحاجه منتهى النعومه والسلاسه. بل الشاشه دي كمان بتقدم لك انبوت ديلي خزعبلي 1.4 من 10 عند سرعه ال 360 هرتز، اما عند ال 240 هرتز بتقدم 2.6 من 10. خصائص تانية كتير زي ان حاجه تحمي عينيك مثلا من الاشعه الزرقاء، لا عندك في بروفايلات للاس ار جي بي والدي سي اي بي 3 والكلام من دون. وعلى فكره الوان الشاشه دي جباره جدا، انا مش هقدر اقيسها لك للاسف بالجهاز بتاعي لان هو مش بيدعم الاوليد، فبالتالي مش هيديني نتائج دقيقه، ولكن انا لما دورت في الموضوع ده كله اجمع ان الشاشه دي فعلا جباره من حيث الالوان. فانت لما تدمج الحاجات دي كلها مع بعض هتاخد تجربه في منتهى يعني انا مش عايز يعني ابقى بافور في طريقه كلامي ولا اي كلام من ده علشان ما حدش يبقى متضايق مني، لكن هي دي الحقيقه. التجربه دي انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن اخدها. كذلك منفذ اليو اس بي سي فيها بيدعم البي دي 90 واط، يقدر يشحن بسرعه 90 واط اجهزتك اللي انت بتوصله عليها. كذلك برضو لو انت ما انتش شغال باليو اس بي سي فتقدر انت توصل كيبل يو اس بي بي مع الاتش دي ام اي او الديسبلاي بورت عشان تعرف تتحكم في الشاشه دي عن طريق البرنامج اللي موجود على الديسك توب، وهو الانتليجنس جيمنج حاجه زي كده او جيمنج انتليجنس. وكمان تقدر تعمل لها فيرم وير ابديتس، وهعرفك الموضوع ده مهم ليه، لان قابلتني معاها مشاكل في منها اللي اتحل
وفي منها اللي متحل. انا تقريبا والله اعلم سلخت قبل ما اذبح. انا نسيت اكلمك تقريبا عن الاستان. هو تقيل قوي يتحمل كل شيء، بيتحرك معاك فوق تحت يمين شمال، تلت اب وتلت داون، وتقدر كمان تحطه في وضعيه البورتريه مود. وهكرر نفس المقوله دي اللي قلتها برضه في نفس الفيديو بتاع 360. انا مش عارف مين الفاجر القادر اللي يجيب شاشه زي دي ويحطها سكند مونيتور وكمان يوقفها بورتريه مود. كذلك الشاشه دي فيها جزء كده خلفي بينور. انا بصراحه ما اهتمتش بيه نهائيا وما شفتهوش من ساعه ما شغلت الشاشه غير وانا بصورها دلوقتي، لان هي باصه للحيطه يعني، فمش شايف الموضوع منطقي بالنسبه لي. ولكن لو انت الشاشه بتاعتك في نص الغرفه وكده هيعمل لك منظر جمالي، وتقدر برضو تتحكم فيه عن طريق الميستيك لايت، عن طريق لازم تبقى موصل يو اس بي. وكذلك برضو كابل اليو اس بي اللي انت بتوصله بيفعل لك اليو اس بي هاب اللي في الشاشه، اللي بيكون بسرعه 3.2 جيجا هرتز. جيجا هرتز ايه؟ الو، جيجا بايت بالسكند. لول. بايت مين بت؟ الو، انت السبب. اظن دلوقتي انت بتسال سؤال، يعني هل يا نبيل الشاشه دي تجربتها جنة لهذه الدرجة كاملة متكاملة؟ يعني انت بتاخد تجربة مثالية في كل جوانب الحياة، لعب تنافسي، لعب على العاب القصة، مونتاج. مع ان في ناس على فكره بتخاف من حته المونتاج على شاشات الاوليد، لان شاشات الاوليد مشهور ان هي بتطبع، وبرنامج المونتاج بيبقى فيه قوائم بتاعته ثابته مكانها، فبالتالي بتيجي تقفل البرنامج تلاقي لسه القوائم ظاهره وبتبوظ الشاشه بتاعتك. هنا ام اس اي بصراحه عامله تقنيات علشان تحافظ على الشاشه بتاعتك. مثلا الشاشه بتعرف تحدد مكان التاسك بار علشان تعرف تقلل الاضاءه من عليه شويه والكونتراست وما الى ذلك علشان ما يطبعش معاك. كذلك الشاشه بتقدر تتعرف على اماكن اللوجوهات اللي ثابته او اليو اي، الحاجات اللي ثابته فيها، علشان برضو تتعامل معاها بشكل ذكي وما تطبعش. ضيف على ذلك تقنيه زي البيكسل شيفتنج اللي من خلالها الشاشه بتقدر تغير مكان البكسلات بسرعه انت ما بتحسش بيها، علشان البكسل ما يفضلش يعرض نفس الداتا عمال على بطال بنفس السطوع، فبالتالي تروح مطبعه معاك. وكمان ام اس اي عامله حاجه اسمها ام اس اي اوليد كير 2، واللي بتعمل ريفرش كده للبانل كلها. فاهم انت اللي بتاخدها كده تقول لها بص يا معلم احنا هنقفل دلوقتي، نظبط دنيتنا ونرجع بكسلاتنا زي ما كانت ونفتح تاني. الموضوع ده او العمليه دي بتاخد تقريبا من 3 دقائق ل 5 دقائق، ولكن انت مش بتعملها دايما، انت بتعملها مثلا بعد استخدام متواصل 16 ساعه او ممكن 4 ساعات حسب ما انت بتختار، ولكن لازم يكون استخدام متواصل للفتره دي. وانا عن نفسي يعني في مره سبت الشاشه مفتوحه وقفلت 16 ساعه عشان كنت بعمل اختبار للبيرن ان، قلت اما اسيبها كده بقى على الديسكورد واخش انام واجي. جيت اتلاقيتها يعني حتى ما كانش فيه ريتنشن بملي ثانيه، حتى هو انا قفلت ديسكورد راحت كل حاجه اختفت والشاشه نظيفه وكلين وكل حاجه. فالموضوع هنا بصراحه جامد جدا يعني. قلت اما اخد الريسك دي وعلى الله حكايتكم يا ام اس اي، خليك انت قاعد تضحك كده طول اليوم. لكن انا عايزك تبقى عارف انك انت لو انت اي سبورتس بلاير انك انت تعمل رن للامر بتاع الاوليد كير ده هو قبل ما تخش اي بطوله، عشان الرساله دي لو انت نسيت شاشتك مفتوحه فتره طويله وطلعت لك في وسط الجيم حرفيا هتبلع. وانا بلعت جيم فيه ريبورتات من طوب الارض بقى، حتى الانمي تيم بيعمل لي ريبورت كمان يعني، فعلى الله حكايتنا. ولكن عموما ام اس اي واثقه من الحاجات اللي هم عاملينها دي كلها، وبتدي لك ضمان 3 سنين ضد عيوب الصناعه، وكذلك البرن ان او التطبيع. الشاشه لو طبعت متغطيه جوه الضمان لمده 3 سنين، وده يعني بيقول لك قد ايه ام اس اي عارفه هي بتعمل ايه. اظن بقى حان الوقت ان احنا نتكلم بقى عن العيوب اللي بجد واللي ملموسه بجد. انت ما بتعيطش خالص؟ طب غير كده، طيب تعال يمكن تزعل. ولا انت بتتشنج ليه؟ انت مالك عامل كده يا اما كده؟ انت مالك؟ طيب ما علينا منك دلوقتي. مبدئيا كده انا الشاشه دي قابلتني فيها في اول كام يوم استخدام مشكله جننتنا حرفيا، وهي ان انا وانا بلعب بلاقي كده فليكرنج او خط ابيض فيه نويز كده بيظهر في كل حته في الشاشه غامق. انا بقى قاعد كده الاقي حاجه تقوم سحباني كده، يقوم واحد طالع مديني على عينيا، اللي هو يا عم الحاج انا لمحت حاجه هنا وبصيت بالغلط، انت ايه التايمنج ده؟ وما اكدبش عليك الموضوع ده نرفزني وقعدت ادور، لقيت ان انا لما بنزل لل 240 هرتز المشكله بتتحل. هتقول لي يا نبيل ما يمكن المشكله في الاتش دي ام اي 2.1، وهقول لك لا والف لا صديقي العزيز، لان انا كل تجربتي دي كانت على الديسبلاي بورت. ام اس اي تفضلت مشكوره حلت المشكله دي عن طريق فيرم وير ابديت عملته عن طريق كيبل يو اس بي اللي انا قلت لك عليه قبل كده اهو. على فكره كيبل اليو اس بي ده يو اس بي بي عامل زي بتاع الطبعات، والمشكله دي من بعدها اختفت تماما على اي معدل تحديث. ثاني مشكله وهي مشكله كريتيكال او حرجه شويه بالنسبه للكونسول بلايرز. انا قلت لكم من شويه ان الانبوت لاج بتاع الشاشه دي جامد جدا على ال 360 1.4 وعلى ال 240 هرتز 2.6 ميجا ملي ثانيه. عفوا انا مش عارف بقول ارقام غريبه بمقاييس غريبه. المهم ان الشاشه دي عند ال 120 هرتز بتحقق
فوق ال 16 مللي ثانيه، 16 و3 تقريبا من 10 مللي ثانيه، وده رقم كبير قوي. اظن ان حاجه زي كده ممكن ام اس اي تحلها بفيرموير ابديت مستقبلي. لكن كمان في مشكله برضو رقم 3 ضايقتني قوي، مش عارف دي في امكانيه لحلها بالفيرموير ولا لا، وهي الموشن بلور او ضبابيه الحركه. انا قلت لك ان هي ممتازه جدا على 360 ومقبوله برضو جدا على 240، لكن على 120 وال60 صراحه ضبابيه الحركه فيها بتكون عاليه. انا مش عارف هذا الامر بيكون طبيعي جدا في شاشات الكيو اوليد ولا ما بتكونش طبيعيه وممكن تتحل في فيرموير ابديت. واظن ان اللي هيتضرر من الموضوع ده بس هو الكونسول بلاير، لان هي الشاشه انت لو شغلتها على 360 واللعبه عندك شغاله 120 ولا 200 ولا 240، انت كده كده مستفيد من كل مميزات ال 360، وهتفضل برضو محافظ على نعومه الحركه بسبب الفي ار ار او الفاريبل ريفريش ريت او الادابتيف سينك او ايا ما يكن اسمه ايه. رابع مشكله قابلتني الا وهي ان انا في بعض الاحيان كنت بحس ان اللون الاسود فاتح عامل زي بتاع الاي بي اس كده شويه، والموضوع ده اخدت بالي منه بسبب ان الاوضه بتكون منوره قوي، والبانل دي مفيش فيها فلتر البولارايز اللي هو اللي بيشتت الاضاءه او بيكسر الاضاءه او بيكسر اشعاع الضوء، فبالتالي انت كانك جبت حيطه سوداء ورحت ضارب فيها اضاءه، بتحس ان هي بقت افتحت كده من النص بقى تدريجيا وما الى ذلك. فالتاثير ده بيكون بسبب الاضاءه العاليه قوي حواليك، وكانت الدنيا نهار قوي ساعتها يعني لما حسيتها، لان انا غير كده في الاضاءه العاديه ما بحسش باي مشاكل خالص. ودي نقدر نقول عليها ملاحظه مش عيب، لان الكيو اوليد عموما ما فيهوش البولارايز فلتر يعني، فهي حاجه طبيعيه انها تحصل مش مع ام اس اي بس يعني. اخر حاجه برضو ودي برضو هعتبرها كملاحظه، وهي ان في ناس كتير اشتكت ان في عندها الفي ار ار او الادابتيف سينك او ايا ما يكن بيعمل فليكرنج كده، تلاقي الشاشه بتنور وبتطفي في الاماكن الضلمه. الموضوع ده بيحصل لما بتكون اللعبه بتاعتك الفريمات بتاعتها مش مستقره ومش اي استقرار، يعني هي مش مستقره مثلا شغاله 100 فريم وفجاه تنزل لناحيه ال 50 60 فريم تحت الحد المدعوم في الفي ار ار او في الادابتيف سينك اللي هو 70 فريم، فالنازله دي للاسف بتخليك تحس ان في فليكرنج. الموضوع ده كان بيحصل معايا بصراحه في بعض قوائم الالعاب وهي بتلود كده، فاهم، بتحصل دروبايه كده قبل ما تشتغل، فدي اللي كانت بتبان فيها. لكن فيما عدا ذلك انا ما قابلتنيش المشكله دي خالص، لا في العاب القصه ولا في اي حاجه انا بعملها سواء العاب تنافسيه او قصه. يعني انا الجهاز اللي انا بجربه عليها جهاز منطقي ان هو يتجاب مع شاشه زي دي، اللي هو انا شغال 350 فريم، انا ما بنزلش عنهم فريم. انا شغال مثلا في العاب تريبل اي باعلى حاجه باعلى مش عارف ايه، شغال بال 150 فريم وبال 120 فريم وبال 200 فريم في بعض الاحيان مع اوفر درايف او عفوا ري تريسنج والجو ده، فما فيش اي مشاكل من دي قابلتني نهائيا الحقيقه خالص يعني. لكن هتقابلك زي ما بقول لك لو جهازك مش قادر يدي الفريمات المطلوبه، ومش منطقي خالص انت تجيب جهاز متوسط ولا اقتصادي مع شاشه زي دي نهائي يعني. هي هيبقى استثمار غلط، لان هي سعرها بصراحه خنفشاري نار حراري، واتمنى ما حدش يشتم، وانا هصالحكم بعد هذا الفيديو وهنزل لكم تجربه لشاشه رخيصه جدا فعلا يعني. الشاشه دي حاليا ما هياش متواجده في مصر، لكن اظن ان هي هتتواجد منها، والله اعلم هتتواجد نفس النسخه ولا الاي 2 منها. عموما سعرها على امازون امريكا، وانا مش بشتري يا جماعه من امازون امريكا ولا حاجه، انا بس بشوف الاسعار، اتلاقيتها $700 من غير شحن ولا جمارك، فعلى الله ان شاء الله يعني حكايتنا ربنا يرزقنا ونوصل لهذه المرحله. تاني حاجه الا وهي ان الشاشه دي هيتوفر منها الايام الجايه دي، او تقريبا ممكن تبقى متوفره حاليا مع وقت نزول الفيديو، موديلات اكبر ولكن من فئه الميج مش الام بي جي. الميج هتبقى 34 بوصه 175 هرتز، والثانيه هتبقى 49 بوصه 60 هرتز، احجام ضخمه وكل حاجه، واظن ان احنا مش هتقابلنا فيها مشاكل زي الفليكرنج والكلام من ده. وعموما برضو اللي انا اعرفه ان ال 34 بتقبل فيرموير ابديت، واظن ال 49 اتاكد برضه من حاجه زي كده. عموما زي ما بقول لك انا كانت اغعص مشكله بالنسبه لي هي الفليكرنج بالخط الابيض دون، واتحلت بعد الفيرموير ابديت وكانت على 360 هرتز. الشاشات الثانيه ما هياش 360 خالص، فبالتالي ما اظنش ان هيحصل فيها المشاكل دي. هم طبعا مش هتلاقي نفس تجربه الانبوكسنج وكده، لكن اوفرول هتكون تجربه مشابهه جدا جدا مع هذه الشاشه. اتمنى كده يكون القياسات والنظام الجديد عجبكم ده، او الجوستنج والحاجات اللي بقينا بنرصدها دلوقتي يعني مش عارف الناس كده ممكن ما تبقاش مهتمه بحاجه زي كده، ولكن ده انا بعتبرها انجاز واحب ان انا اشاركه جدا معاكم. كان معكم البلبل، سلام.